الآن ننتقل للإعلان عن المرشحين الثلاثة في مجال القصة القصيرة الكردية. المرشح الأول أو المرشحة الأولى هي نازيلة بيشرو. نازيلة من محافظة السليمانية، عمرها 22 سنة. نازيلة قدمت عنوان أو قصة لا أريد أن أكون هو بعد الآن، عن سرطان الثدي. چیتر نامەوێت ئەو بم. ئێوارەی و دیلان بەناو کۆڵانەکاندا دەڕوات. مناڵەکانی گەڕەکی دیلان لە دەرەوەن و یاری دەکەن. کوڕەکان یاری دووگۆڵی دەکەن و کچەکانیش خەتخەتێن دەکەن. کوڕەکان تۆپەکە هەڵدەدەن بۆ بەرپەی دیلان. کوڕەکان هەڵیە کاک دیلان بۆمان هەڵڵەرەوە. دیلانی شەقێکی هێواشی لێدەدات و تۆپەکە بە خواری دەڕوات. بەناو کوڕەکاندا دەڕوات و کوڕەکان پێی پێدەکەن و دەگاتە کچەکان. بەسەر خەتەکاندا باس هەڵدەدات و خەتخەتێن دەکات و زۆر بەباشی لێ دەزانێت. کچەکان دەست دەکەن بە هاوار و چەپڵە لێدان و باوەشی پێدا دەکەن. کچەکان بژی کاک دیلان. دیلانیش باوەشیان پێدا دەکات. ژنێک لە ماڵێک دێتە دەرەوە و هاوار دەکات. ژنەکە وەرنە ئەملاوە کچێ باوەش مەکەن بەو کوڕەیە. المرشح الثاني هو عثمان حسين يوسف. تحية لعثمان. عثمان قدم قصة قصيرة بعنوان فأر، ارتكاب الأعمال الخاطئة من أجل الأسرة. گەلی بەڕێزان، پشتی چەندین ڤاڤارتن و جوداکردنان و بەرێ خودانا هەمی لایەنên پۆزەتیڤ و نەگەتیڤ و دگەل بەرچاوفەرگرتنا هەمی بەرژەوەندیên مەمشکان ئەلدۆماهiyê ئەم گەشتینە ئەنجامێکی ئۆنۆکە دەوی ئەنجامی بڕیار بەبێژین کو ێدی بۆ بدیماهی ئینانا دژمناتیە دیر و درێژ یاکۆ دناڤبەرامە و پشیکا درندەدا و ڕاگرتنا وێ خرابیە بە چەندەها ساڵانە کو ئەم بەسەرێ ئابوورێ مرۆڤان تینین ji pêxemet birêvebirina jiyara xwe me bi fer dît ku em evî cihî bicihbêlîn û berevcihekê dîr ji her çavekî biçîn da ku em ziyanê pêşkêşî çi kesan nekeyn û êdî em bi xwe fêrî rêvebirina jiyana xwe bibîn. Ji bîr nekin ev e yasa ye. Yê bivêt bila digel bît û xwe ilbin sîbera vê yasayê aram ket. Her wesan yê digel nebît tiştekê normal e. Yasa her yasa ye. أما المرشح الثالث هي بانا محمود. بانا من محافظة أربيل، عمرها بانا 19 سنة وأكيد حاضرة معانا. بانا قدمت قصة بعنوان الشؤم الذهبي، حضور إلى دار الأيتام، معايشة البؤس وجحيم اليتيم. بەدبەختی زێڕین. ئیلیانورە سەختترین ڕۆژەکانی ژیانی لە خانەی بێسەرپەرشتەران بەسەر بردبوو. بەڵام کۆسپەکانی ژیان بڕیاریدا لەوە سەختتر بێ. پێم بڵێ شوێنێک تا چ سنوورێک دەکرێت تۆقێنەر بێت لەسەر زەوی ئادەمیزاددا. بۆنی خوێنی تازە وەک ڕەشەبە ئەدا لە هەناسەت. ڕاستە و خۆ تووشی سەر ئێشت دەکات. هاوار و قیژەی مرۆڤ لە داوای مەرگدان بەرگەی چقۆ ناگرن دۆزەخی سەرزەوی. بەڵام بۆ ئیبلیس نییە، بۆ مرۆڤی بێدەسەڵاتە. يتفضل الأستاذ فارس عيسى وزير حكومة إقليم كردستان في بغداد للإعلان عن الفائز الأول في مجال القصة القصيرة باللغة الكردية. مرحبا. أسعد الله مساءكم إورة باش. من جد وجد ومن زرع حصد. الحياة برغم من الصعوبات والتعقيدات فلا يوجد مستحيل أمام الشباب إذا كانت الثقة موجودة والهدف. برامبر گنجی اگر باوریها بد گنجی متمان نبقى بتن بو هر آرمان جا که تصور ناكم هيج رجريها بتن. الفائزة أو الفائز الأول للحصول على الجائزة الأولى القصة القصيرة الكردية سركفتوي إيكيل سر دسغينان الجائزة كورتاجيروكا كردي إيكش بان هرسيانة. 1 من 3.
الفائزة بانا محمود. مبروك فيروزة. ألف مبارك. شكرا جزيلا للسيد فارس عيسى وزير حكومة إقليم كردستان في بغداد. الآن الكلمة إلى الفائزة. سەرەتا سوپاسی دەستگای ڕوانگە دەکەم بۆ دروستکردنی ئەمڕۆ، هەروەها بەخێرهاتنی میوانە بە ڕێزەکان دەکەم و سوپاسی دایک و باوکم دکتۆر مەحموود و دکتۆرە مەهناز، ئەوەیان سەرکەوتنی ئێوەیە. مبروك مبروك. مبروك. أما الفائز الثاني، شكرا جزيلا، تفضل، فهو عثمان حسين. إذن الفائزة الثالثة هي نازلة بشرو. ألف مبارك.